الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد استمعت إلى مقطع لأحد الأشخاص هداه الله يزعم فيه أن الله تعالى ليس في السماء، وأنه ليس مستويا على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، كما أخبر بذلك الله تعالى عن نفسه، فقال: الرحمن على العرش استوى. وقد اشتمل كلامه من حيث الإجمال على أخطاء وسوء فهم. أحدها زعمه أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن معنى استوى أي استولى، وهذا لا يعرف من لغة العرب، حتى إن البيت المنسوب إلى الأخطل النصراني لم يصح ولم يجده أحد في ديوانه. وكيف يقال الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى وقهر؟ فيلزم منه أن الله تعالى كان من خلقه من ينازعه في ملكه، وهذا باطل. وإلا لماذا خص العرش بالقهر وهو جل وعلا قاهر جميع مخلوقاته؟ وهذا يظهر بطلان القول بأن معنى استوى هنا أي الاستيلاء، فالاستواء كما هو معد بحرف على بمعنى العلو والارتفاع، كما في قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوتم وارتفعتم عليه. وكذلك قوله تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي ترتفعون وتعلون على ظهور الأنعام. وأما ما قيل عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته لا مكانا لذاته، فلا يصح. وكذلك أين إسناده حتى يقبل؟ وهذا كاف في ضعف ذلك عن علي رضي الله عنه، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ثانيا زعمه أن قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي جبريل عليه السلام، وهذا غلط، حيث أن سورة الملك من أولها يتمدح الله تعالى في نفسه، فيظهر من سياقها أن المراد هنا هو الله تعالى، ولا يلزم من ذلك كما زعم أننا إذا قلنا أن الله تعالى في السماء بمعنى أن السماء تحيطه وتكون ظرفا له، وهذا باطل أيضا، إذ أن السماء تطلق عند العرب بمعنى العلو، فكل ما علاك فأضلك فهو سماء. فقوله تعالى أأمنتم من في السماء أي على السماء، فالله تعالى فوق عرشه مستويا عليه استواء يليق به، وعرشه أعلى مخلوقاته، ولا فوق العرش، والله فوق العرش، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وتأتي في بمعنى على، كقوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل. ومعلوم أن التصليب إنما يكون على الجذوع، لا أن تجعل الجذوع ظرفا للمصلبين. وكذلك قوله تعالى قل سيروا في الأرض أي على الأرض، ليس في جوف الأرض. وكذلك قوله تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض، ولا يفهم منها كونوا داخل الأرض تسيحون. والله تعالى خالق الزمان، خالق للزمان والمكان، فلم يحل في مخلوقاته، بل له العلو المطلق، وأنه فوق العرش، والعرش أعلى المخلوقات، فليس هناك ثم إلا الله تعالى وحده، فليس فوقه شيء أو معه شيء يحيط به جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك، حيث قال ارحموا من في الأرض أي على الأرض، يرحمكم من في السماء أي على السماء. وأما قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فهنا المراد بالنفخ يوم القيامة، وينفخ بالصور إسرافيل عليه السلام، فتموت جميع الخلاق سواء من كان في السماء أو في الأرض. وفي هنا بمعنى الظرفية، وينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام فتموت جميع الخلاق سواء من كانوا في السماء أو في الأرض إلا من شاء الله. واختلف العلماء بذلك، فمنهم من قال المستثني هو موسى عليه السلام، وغير ذلك من الأقوال المعروفة. وفي هنا بمعنى الظرفية، والدليل هنا السياق، ولا يمكن وصف الله بذلك، لأن الله تعالى على السماء كما ذكرت ذلك، ولأن في تأتي بمعنى على. وكذلك فإن مقصود المتكلم بكلامه يكون من جهة أفراد الكلام ومن جهة التركيب. فيقول القائل مثلا شربت من العين، شربت من العين أي الماء. ويقول آخر أرسل الملك عيونه أي جواسيسه، وهذا يعرف من جهة السياق ومن جهة التركيب، وكذلك من جهة أفراد الكلام. فلو قال قائل هذا كتابي، معروف المراد بالكتاب هنا، أو هذا قلمي، فلغة العرب
أو مقصود المتكلم بكلامه يأتي من جهة أفراد الكلام ومن جهة التركيب. فعلم من هذه الآية أن الذين يصعقون هم المخلوقات لا الخالق جل عن ذلك وتقدس. مع ذلك هناك من المخلوقات مع أنهم تحت العرش لا يصعقون، ومن ذلك إسرافيل عليه السلام الذي ينفخ بالصور مع أنه من مخلوقات الله وليس مستويا على العرش. وكذلك تبديل السماوات والأرض يوم القيامة فليس فيه إشكال، لأن الله تعالى لا تحيط به مخلوقاته بل هو على السماء فوق العرش، لأن كما ذكرت أيضا أن في تأتي بمعنى على. ثالثا زعمه أن حديث الجارية عندما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والجواب عن ذلك أنه ليس هناك تعارض، حيث أن من يشهد الشهادتين فقد التزم بالإسلام، فمن أنكر العلو بعد إقامة الحجة فهو كافر، كان يعتقد أن الله مختلطا بمخلوقاته والعياذ بالله، بل الله تعالى له العلو المطلق، أو لا يعرف أن الله تعالى بائن عن خلقه أو مختلطا بهم، لأنه مكذب للآيات الصريحة البينة، وهذا بعد إقامة الحجة عليه كما ذكرنا. وكذلك يلزم من كلامه أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم استهزأ بالإسلام وهو يشهد الشهادتين أنه لا يكفر، وهذا باطل، لقوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك يلزم من كلامه أن من شهد الشهادتين ثم استغاث بغير الله أو بالأموات أنه لا يكفر، وهذا باطل، لقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن الشهادتين تعصم الدم والمال لا من الكفر، فقد يقع المرء بالكفر وهو يشهد الشهادتين عياذا بالله. رابعا ذكر أن الإمام مالك رحمه الله روى حديث الجارية وألفاظه مختلفة عما في صحيح مسلم، فقد أخرج الإمام مالك وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم، ثم قال لها أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. والجواب عن ذلك أن هذه الرواية تختلف عن رواية أين الله من رواية معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وللحادثة قصة معروفة. كما قلنا الجواب أن هذه الرواية تختلف عن رواية أين الله، وأنها قصة أخرى بسند آخر لا علاقة لها بهذا الحديث. فحديث أين الله من رواية معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وللحادثة قصة معروفة. وأما حديث أتشهدين أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث من رواية أخرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل من الأنصار رضي الله عنه أنه كان عليه رقبة مؤمنة يريد أن يعتقها طبعا، وأراد أن يعتق جارية، فقصته إذن تختلف عن قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه، حتى إن الرواية بسند آخر بقصة مختلفة. وأخيرا فإن الإمام مالك رحمه الله قد أخرج الحديثان في موطئه في باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. خامسا زعمه أن الإمام مالك رحمه الله ذكر في حديث النزول ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر أنه نزول ملك من الملائكة أو نزول أمر الله، فإن هذا لا يصح عن الإمام مالك رحمه الله. وممن نقل ذلك حبيب ابن أبي حبيب وهو ليس بثقة، كما ذكر ذلك الإمامين ابن معين والإمام أحمد. وقال النسائي عن حبيب هذا متروك الحديث، وقال ابن حجر متروك كذبه أبو داود وجماعة. وممن روى ذلك أيضا جامع ابن سودة، قال عنه الدارقطني جامع ضعيف، أي جامع ابن سودة. بل ثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه يثبت النزول لله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. فقد روى ابن أبي زمانين في أصول السنة عن زهير بن عباد قال كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح يقولون النزول حق. والشاهد من هذا أن قال كل من أدركت من المشايخ، ذكر مالك ابن أنس. وأخيرا أحببت أن أختم فأقول أن الأدلة التي دلت على علو الله تعالى على خلقه وعلى أنه سبحانه وتعالى فوقهم بذاته كثيرة جدا. من ذلك أن الله عز وجل نص على أنه فوق عباده في قوله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. والنوع الثاني أنه جاء التصريح بمن
قبل ذكر الفوقية في قوله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن مقتضيات اللغة أن مجيء من قبل الظرف فوق تدل بظهور على أن الفوقية فوقية ذات، لأن فوقية الصفة أو القهر أو القدر لا يؤتى فيها بمن، لا يقال الذهب من فوق الحديد ويعنى به في صفاته، ولا يقال الملك من فوق الرعية ويعنى بها من الصفات. فإذا أتي بمن في اللغة قبل الظرف فوق فإنها تدل على فوقية المكان وفوقية الذات لله عز وجل، وفي الآية فوقية الذات لله عز وجل. فإذا قوله سبحانه وتعالى لما وصف الملائكة بأنهم يسكنون السماء وأنهم يسبحون قال يخافون ربهم من فوقهم، يعني الذي هو فوقهم بذاته جل وعلا وتقدست أسماؤه. النوع الثالث أنه سبحانه وتعالى ذكر أن الملائكة تعرج إليه، فقال سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عروج الملائكة يعني صعودها، عروج الملائكة يعني ارتقاءها إلى أعلى وإلى فوق، وهذا يدل على فوقية الذات لله عز وجل. النوع الرابع أنه سبحانه وتعالى نص على أن العمل الصالح يصعد إلى الرب عز وجل، والأعمال الصالحة ترتفع إليه سبحانه وتعالى كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قوله إليه يصعد يعني لا إلى غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بعلو الذات على خلقه جميعا. الخامس أو النوع الخامس أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه اختص بعض عباده بأن جعلهم عنده، ومن ذلك الملائكة، فالملائكة في السماء ولكن هم متنوعون أيضا في سكناهم للسماء، فجعل عز وجل بعضهم مختصا بأنه عنده سبحانه وتعالى، وهذه العندية هي عندية علو وفوقية، كما في قوله سبحانه وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، ونحو ذلك من الآيات. فالعندية عندية الملائكة يعني كون الملائكة عند الله، والذين عند ربك يقتضي أنه سبحانه وتعالى شرفهم وخصهم بشيء وهو أنهم عنده، يعني في علاه جل وعلا. وكذلك ما وصف الله عز وجل به الشهداء في قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قوله سبحانه وتعالى بل أحياء عند ربهم، هم بين الخلق جسدا ولكنهم عند ربهم روحا، يعني في العلا تكريما لهم وتعظيما لأجرهم وثوابهم. وأما النوع السادس، وهذه بعض الأنواع التي ذكرتها، والنوع السادس ما ذكر الله عز وجل من تنزيله للكتاب من عنده، كقوله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكقوله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وكقوله سبحانه وتعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، وكقوله سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين، ونحو ذلك من الآيات. وكذلك دلت السنة على علو الله عز وجل، من ذلك حديث الجارية كما مر معنا أين الله؟ قالت في السماء، قال صلى الله عليه وسلم لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك دلالة العقل كذلك تدل على ذلك، لأن الوجود قدر مشترك، فالله عز وجل موجود وخلق الله عز وجل أيضا موجودون، وهذان الوجودان إما أن يتمايزا وإما أن يتداخلا، فإن تداخلا يعني صار أحدهما داخل الآخر، إما أن يكون الخلق محيطون والله عز وجل والعياذ بالله في داخل خلقه، وإما أن يكون الله عز وجل خلق الخلق في داخله سبحانه وتعالى وتقدس، والمخلوقات منها أشياء مستقبحة ومستقذرة وقبيحة مثل النجاسات والقاذورات والأشياء التي لا يصرح بها ونحو ذلك استقذارا واستهجانا، والمخلوقات بعضها سيئة ونحو ذلك، وهذه لا يمكن أن يوصف الله بها جل وعلا والعياذ بالله، أن يقال مخلوقاته في داخله. إذن تحصل الأمر إلى أنه يتعين أن يكون الله عز وجل عاليا على خلقه، لأن الاختلاط يقتضي هذا المعنى العقلي الفاسد الذي ننزه الله عز وجل عنه، وكون الله عز وجل في داخل خلقه هذا فيه نقص لله عز وجل، وهذا برهان عقلي صحيح، وذلك لأنه مبني على مقدمتين، وهاتان المقدمتان إثباتهما مشترك بين جميع الفئات. المقدمة الأولى وجود الله عز وجل، المقدمة الثانية تنزيه الله عز وجل عن أن يكون في داخله شيء مما يستقبح أو يستقذر. وأخيرا مما كذلك يستدل به على علو الله عز وجل على خلقه الفطرة، فإن ما من كائن حي من المسلمين أو حتى بعض الكفار الذين لم تخالطهم بعض الأمور الفلسفية تجده يرفع يديه إلى السماء،
فمثلا النصارى يرفع يديه إلى السماء، هكذا يجدها فطرة، مع أنه ماذا؟ يعبد المسيح عليه السلام، وذلك فطرة من أحس بفطرته علم هذا الدين أو لم يعلم أنه يشعر من قلبه يجد حاجة في رفع يديه إلى السماء، وهذا معلوم بالاضطرار ومشاهد أيضا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.